أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حد فاهم حاجة. وزي ما اتفقنا، إحنا بنسلط الضوء على العادات والسلوكيات السلبية في مجتمعنا. مش بنهاجم حد ولا بنحاسب حد، لكن علشان نفهم ونغير. حلقة النهاردة عن جملة كلنا بنقولها: الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. الجملة دي محترمة جدا، بس عندنا للأسف غالبا ما بتتحققش، لأن الخلاف في الرأي ساعتها مش بيبقى مجرد اختلاف، لا، ده بيبقى موقف. يا معايا يا ضدي. تختلف في الكورة يبقى ما بتفهمش كورة، تختلف في السياسة يبقى أنت يا جاهل يا مغيب يا صاحب أجندة. حتى لو قلت بهدوء أنا شايف الموضوع بشكل مختلف، الرد يجي سريع: أنت بتهاجمني. وهنا الخلاف بيتحول من رأي لخناقة، وبيبقى الخلاف يفسد للود قضية. المشكلة مش إننا بنختلف، المشكلة إننا اتعلمنا بنشوف الاختلاف ده وكأنه تهديد، ما بنشوفش إنه فرصة نفهم أو إنه فرصة نراجع نفسنا، إننا نعرف حاجة إحنا ما نعرفهاش. مش كل الناس لازم تشوف الدنيا بعينينا. علم النفس بيسمي السلوك ده إيجو ثريت، يعني بالبلدي كده تهديد للأنا. لما حد يخالفك في رأيك، عقلك مش بيشوف إنه رأي مختلف، لا، ده بيشوفه إنه تهديد لقيمتك ومكانتك. وفي مصطلح تاني اسمه Identity Fusion، يعني خلط الرأي بالهوية. فأي نقد لفكرتك بتفهمه إنه هجوم عليك أنت شخصياً. وساعتها إحنا مش بندافع عن أفكارنا، إحنا بندافع عن نفسنا. المهم نطلع صح، حتى لو الموضوع ملوش أي لازمة. طب نعمل إيه بقى عشان ما نوصلش إن الخلاف ده يعمل مشكلة؟ اسمع قبل ما ترد، ناقش الفكرة مش الشخص. ومش كل اختلاف لازم يكون فيه كسبان وخسران. الخلاف في الرأي عمره ما كان مشكلة، المشكلة إننا اتعلمنا نختلف غلط. في النهاية لازم نفهم إن الخلاف الحقيقي مش إن رأيك غير رأيي، الخلاف الحقيقي إني أرفض أسمعك من الأساس عشان أفهم وجهة نظرك، وإني أهاجم قبل ما أفهم وأحكم قبل ما أسمع. لو عرفنا نفصل بين رأينا وقيمتنا، يمكن ساعتها الخلاف في الرأي ما يفسدش للود قضية. حد فاهم حاجة؟ لو عجبتك الحلقة اشترك في القناة واعمل لايك وشير وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.